مرحبا. اليوم نناقش موضوعا أثار جدلا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي خاصة في المغرب وخارجه. شائعة انتشرت كالنار في الهشيم تزعم أن قضية الاعتداء الجنسي المرتبطة بالنجم المغربي أشرف حكيمي ليست سوى فضيحة مدبرة تهدف إلى إقصائه من سباق الكرة الذهبية لهذا العام 2025. فهل نحن أمام مؤامرة حقيقية أم إن الأمر لا يعدو كونه تزامنا غريبا؟ لنكتشف معا القصة من البداية وندع الحكم لكم. أشرف حكيمي لاعب باريس سان جيرمان وأحد أعمدة المنتخب المغربي يواجه منذ فترة اتهامات بالاعتداء الجنسي. القضية تعود إلى أشهر مضت، لكنها عادت مجددا إلى واجهة الأحداث هذه الأيام، مما يطرح العديد من علامات الاستفهام. محاميته فاني كولين أكدت في تصريحات سابقة أنها تمتلك أدلة قوية تنفي هذه التهم، ووصفت القضية بأنها غير متماسكة قانونيا. وفي موقف لافت، خرج النجم كيليان مبابي زميله السابق في باريس سان جيرمان ليعبر عن دعمه الكامل لحكيمي، مؤكدا على أخلاقه العالية وسلوكياته المحترمة. عودة القضية إلى التداول الإعلامي الآن، تحديدا في لحظة يتألق فيها حكيمي على المستطيل الأخضر ويطرح اسمه كمرشح بارز لنيل الكرة الذهبية، أمر يثير الكثير من التساؤلات. هل من المعقول أن يكون التوقيت مجرد صدفة؟ هناك من يرى أن هذه العودة المفاجئة هدفها تشويه صورة اللاعب وإضعاف حظوظه في سباق الجائزة الأهم في عالم الكرة. لكن في المقابل، البعض يشير إلى أن تطورات القضية تأتي في إطار المسار الطبيعي للتحقيقات القضائية ولا علاقة لها بأي نوايا خفية. الحقيقة لا أحد يمكنه الجزم بعد. الكرة الذهبية تمنح للاعب الأفضل أداءً على مدار السنة، لكننا نعلم جيداً أن العوامل غير الرياضية مثل الصورة العامة والضغط الإعلامي قد تؤثر على آراء الصحفيين المصوتين. إذا استمرت القضية في التداول وازدادت التغطية السلبية، قد يتأثر بذلك تقييم حكيمي حتى وإن لم يكن مدانا قانونيا. هنا تكمن الخطورة. التشويش على صورة اللاعب قد يفقده تعاطف الجماهير والمصوتين رغم موهبته الاستثنائية. من الطبيعي أن يشعر البعض بأن نجما مغربيا صاعدا مثل حكيمي قد أصبح مستهدفا، خصوصا عندما يتحدى أسماء ثقيلة أوروبيا في سباق الكرة الذهبية. لكن يجب علينا أن نتعامل بحذر ونفصل بين التحليل العاطفي وبين الوقائع القانونية. الاتهامات رغم توقيتها الغريب لا تزال في إطار التحقيق، ولا يمكن اعتبارها دليلا قاطعا على وجود مؤامرة. أشرف حكيمي، سواء أحب البعض ذلك أم لا، هو من أبرز لاعبي العالم اليوم، ويستحق أن يحكم عليه من خلال أدائه في الملعب، لا من خلال شائعات أو توقيتات مشبوهة. القضية لا تزال مفتوحة،
والحقيقة وحدها ستظهر في نهاية المطاف. إلى ذلك الحين لنترك للقضاء كلمته، ولنستمر في دعم الحقيقة. ما رأيكم أنتم؟ هل تعتقدون أن هناك جهات تحاول فعلا تعطيل مسيرة حكيمي؟ أم أن كل ما يحدث لا يعد أن يكون مجرد صدفة قانونية؟ شاركوا آراءكم في التعليقات، ولا تنسوا دعم القناة بالاشتراك وتفعيل الجرس ليصلكم كل جديد من فودكاست. إلى اللقاء.